يا إنسانة يا محترمة، ما تروحيش تتكلمي مع واحد متجوز وتحكي له عنك وقد انت حزينة في حياتك ومحدش بيفهمك قده. هو ماله أصلا؟ ايه المشكلة لما واحدة تشوف واحد متجوز ومخلف فتحط عينها عليه وتقول بس هو ده الشخص المناسب ليا، وتقعد تكلمه وتشغله وتلف عليه لحد ما تخطفه من بيته ومراته؟ ايه المشكلة يعني؟ ما هو غني وهيحقق لها كل اللي هي عايزاه، ومش مهم بيته يتخرب ومش مهم مراته وعياله. هي مالها اصلا بكل ده؟ هي كانت ضربته على ايده؟ ولا هو في راجل بيتخطف؟ لا، مفيش راجل بيتخطف، بس في بدايات ومقدمات. يا إنسانة يا محترمة، ما تروحيش تتكلمي مع واحد متجوز وتحكي له عنك وقد انت حزينة في حياتك ومحدش بيفهمك قده. هو ماله أصلا؟ وبعدين تكسري الحواجز بينكم وشوية بشوية تكرهيه في مراته وتحسسيه انها نكدية ومش فاهماه، وازاي انت مستحملها كده، وانك انت بقى الفرفوشة اللي فاهماه لحد ما يكرهها ويكره بيته وولاده وحياته كلها وبيته يتخرب. ايه ما بيحصلش ولا ايه؟ خلي بالك، عمرك ما هتبقي مرتاحة لما تبني سعادتك على خراب بيت تاني. مش هتسلمي من دعوة زوجته المظلومة اللي فرقتي بينهم، ولا ولاده اللي حرمتيهم من الاستقرار النفسي، والفلوس مش هتعيشك في امان واستقرار، وهيجي يوم وربنا هينتقم منك.